أعلن النادي الإسماعيلي كشف حساب اليوم الرابع من حملة الدعم الجماهيرية المخصصة لمساندة النادي الإسماعيلي في إنهاء أزمته المالية وسداد المستحقات المتأخرة تمهيدا لرفع حظر القيد وفتح باب تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة. وسجلت الحملة في يومها الرابع إيرادات بلغت 1,013,000 جنيه، ليصل إجمالي التبرعات خلال 4 أيام إلى 2,857,000 جنيه. وأكد النادي أن كامل إيرادات الحملة يتم توجيهها بشكل مباشر لسداد القضايا والمستحقات المالية الدولية وإنهاء الملفات العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويعاني الإسماعيلي من الالتزامات المالية الكبيرة التي تقدر ب4.12 مليون دولار، أي ما يساوي 215 مليون جنيه مصري، إضافة إلى مستحقات أخرى بالفرنك السويسري، مما تسبب في استمرار إيقاف القيد خلال الفترة الأخيرة. وما زالت الحملة للتبرعات لإنقاذ الإسماعيلي مستمرة.